بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللي اول مره يشوفني او يسمعني، انا اسمي نعمه مصطفى. طبعا بعتذر عن الفتره الاخيره، وكلكم سالتوا عليا، ومتشكره قوي لكل حد سال عليا لو بالتليفون او اتصل عليا او كتب لي في التعليقات. بشكركم كلكم وبحبكم كلكم في الله. لكن والله الفتره اللي فاتت فعلا كان عندنا ظروف، مش يعني الحمد لله على ما جايب ربنا. كانت ظروف صعبه قوي قوي. كلكم يعني طلب منكم طلب تدعوا لحماتي المتوفيه بالرحمه. كانت ست طيبه جدا جدا، ربنا يجعلها في الجنه ونعيمها يا رب، ويرزقها الفردوس الاعلى يوم القيامه. ادعوا لها بالرحمه، كانت ست طيبه وتستاهل كل دعوه منكم. طبعا يا جماعه، حماتي الحاجه الله يرحمها كانت تعبت، يعني اللي خلاني الفتره الاخيره ديت ما نزلش فيديوهات، كانت تعبت شويه وبعدين توفاها الله، وده كان يعني مأثر على نفسيتي قوي قوي بصراحه. انا دخلت في 4 اشهر ما نزلش فيديو من اول هي ما تعبت، وتقريبا انا ما نزلتش فيديوهات. فسامحوني على الفتره اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي خير، وندعي لها كلنا بالرحمه. طلب منكم بس، هو ده الطلب الوحيد اللي انا طالباه منكم. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده الفيديو ده هو يا جماعه، انا كنت عامله فيديو قبل كده اللي هو ترويب اللبن من الالف للياء. طبعا انتوا كلكم اتفرجتوا على الفيديو، يعني هو تقريبا جايب لحد دلوقتي 9000 مشاهده، اللي هو كان قبل الاخير على طول. فالفيديو كان اصلا يعني تعليم اللبن الحليب من اول ما بيجي. ان شاء الله الفيديو اللي هيجي بعد ده على طول هنعمل برضو فيديو ازاي نروب اللبن في الصيف وما يبصش منك، وتطلعي منه كسبانه بكل الطرق ان شاء الله. طبعا كنت عامله الفيديو معاكم، كان هو اللبن من اوله لاخره، ترويب اللبن تروبيه ازاي في الصيف وتروبيه ازاي في الشتاء. فانا هديكم نبذه كده سريعه. وكمان الفيديو وانا شغاله كنت بعمل زبده زي ما انتم شايفين. يعني جمعت القشطه وكنت بعمل زبده. اللبن يا جماعه في الصيف دلوقتي، انا ان شاء الله الفيديو الجاي ده هعمله لكم على الصيف، يعني الفيديو ده يبقى تعليمي للصيف. اللبن زي ما انتم شايفين بيجي من عند الفلاحين، يعني يعتبر خلاص الجو حامي قوي. بتحط ساعتين بس، 2 على الرخامه، ساعتين بس فقط. لازم تحط اللبن في التلاجة. طبعا انا جالي اتصالات كتير قوي وقالوا لي الطريقه بتاعتك اللي هي تسخين اللبن، تسخين الميه، تحط ميه سخنه على اللبن. دي كانت حصريه يا جماعه، كان ده فيديوهاتي انا الوحيده، كانت فيديوهاتي ده حصريه، وقالوا لي ان الطريقه بتاعتي اتسرقت. فانا ما فيش مشكله خالص، اللي حابب يعمل الطريقه ورايا كمشروع، كعنده قناه يتعلم يعلم الناس، انا ما عنديش مشكله ومسامحه. وطبعا كل الفيديوهات ديت او معظم فيديوهاتي انا محتسباها لله قبل ما يكون انا بتربح منها، يعني انا محتسباها لله قبل ما اكون بتربح منها. الربح ده طبعا يعتبر انا لسه ما خدتش حاجه من القناه، لكن بدعمكم ان شاء الله قناه تكبر بيكم، وان شاء الله تكون فتحه خير لينا وليكم. طبعا زي ما انتم عارفين بجيب اللبن احطه ساعتين في الصيف ده، ساعتين بس في التلاجة، يعني جه المغرب اعد ساعتين 2 احطه على الرخامه بس، وبعدين احطه في التلاجة لتاني يوم. مهم جدا جدا احط اللبن ده، دي طريقتي او دي مدرستي في تعليم او في ترويب اللبن. ده حصري بتاعي انا، اللي خدوا مني ده بتاعي يعني، وانا زي ما قلت لكم انا مسامحه. طبعا كل الفيديوهات قبل كده او اليوتيوب كان بيتكلم كله معظمه ان هو بيسخنوا الحله الاول او بيسخنوا الطاجن او بيحطوا اللبن في الفرن، وده كله طبعا انا ما كنتش بشجعه، لان انا عندي قناعتي ان هو لازم اللبن يقعد فتره طويله من غير ما يروب. لما يقعد فتره طويله من غير ما يروب يطلع لك انتاج قشطه كتير. دي الفكره الوحيده، بس ان انت بتروبي اللبن بتديله كفايته انه يطلع القشطه تطلع على وش اللبن. لكن انت لو جبت الحله سخنتيها واللبن سخن فيها، مفيش 3 4 ساعات هيكون اللبن راب. فين القشطه؟ فين القشطه؟ يعني اللي هي تقول لك اللبن راب بعد 4 ساعات وطلع قشطه ديت، لا هي كده اكيد اكيد يعني بتضحك عليك او ما عندهاش مصداقيه. فانا كل فيديوهاتي بما يرضي الله كنت بقول لكم الطريقه اللي انا بعملها بالظبط وبالساعات وبالدقايق، ما عنديش اي اختلاف او اي تلوين في الكلام. بتجيبي اللبن بتحطيه ساعتين على الرخامه، وبعدين بتحطيه في التلاجة لتاني يوم، وبعد كده بتطلعيه يروب. هيروب تالت يوم على طول، يعني تالت يوم هيكون راب. في حاله ان اللبن راب لازم على طول تحطيه في التلاجة، تشيلي وشه، تحطي ساعتين تشيلي وشه، وبعد كده على طول تعمليه الجبنه بتاعته. في الصيف ده تعملي الرايب بتاعه جبنه على طول، على طول تعملي الرايب جبنه، لان لو سبتيه اللبن الرايب ده بيشرش معاكي، وهتلاقي اللبن استك منك. يعني بعد ما كان رطب كده وما شاء الله، زي يعني زي ال
الزبادي كده طري كده وحلو، وكتل برضو كتل بس لبن رايب، هتلاقيه استك معاكي ومش هتعرفي تتعاملي معاه خالص، وممكن يتحط في الحصيره تلاقيه زي الجلد كده، مش هينفع معاكي. فاول ما يطلع من التلاجة تشيلي وشه، تحطي على طول، تحطي له المقدار بتاع الميه السخنه، وانا عامله لكم فيديوهات كتير، والفيديو الجاي ده هيوضح لكم اكتر واكتر ان شاء الله. تحطوا له الميه السخنه وعلى طول تعلقوه في الحصيره. دي طريقتي يا جماعه. وزي ما انتم شفتم انا كان عندي كميه لبن رايب ما شاء الله، وعملت شلت القشطه بتاعتها وعملتها زبده زي ما انتم شفتم، وبعدين حبيت اسيح قدامكم الزبده بتاعتي ما شاء الله ريحتها فظيعه ولونها بيبقى اخضر. طبعا والله التصوير عندي ما يعني مش نافع خالص، لان انا عندي اللمبات اتحرقت اصلا في الفتره اللي فاتت كذا لمبه، وانا ما اهتمتش ان انا اغير ولا كده. لكن ما شاء الله الزبده صفراء خضراء خضرة، دي زبده جمسي خضراء ولونها تحفه. لكن هي هنا جايه صفراء، لكن هي في الحقيقه خضراء بجد. حبيت ان انا اسيح لكم الزبده. بصوا بسم الله ما شاء الله. بتحطي مثلا على الكيلو الزبده معلقتين ملح، كيلو الزبده بتحطي له معلقتين ملح. ممكن تسيبيه ساعتين، تسيبيها ساعتين في الملح بتاعها، وممكن تسيحها على طول مفيش مشكله. وبعدين بتحطوها على نار هاديه، تحطيها على نار هاديه وتقلبي بالراحه 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 لحد ما الزبده قدامك كده الزبده تقلب سمنه، والسمنه تبقى شفافه. بمعنى انا بشيل وش، على فكره الوش ده ما بشيلوش الا الاخر خالص، ممكن يصفي معايا معلقه. لكن لو بدات اشيل من الاول ممكن هصفي السمنه اصلا هخلص. لكن انا بسيبه ياكل نفسه كده، الوش او الرغاوي دي بسيبها تاكل نفسها. بعد كده بقى بسيبها تهدى كده، وبعدين بعبيها في البرطمان زي ما انتم شايفين. بتبقى ما شاء الله اللهم بارك ريحه وطعم ما فيش بعد كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عملت الجبنه الزبده قدامكم، خضتها، طلعت الشرش بتاعها او الخض بتاعها. طبعا بتعمليه مرته، وانا عامله لكم فيديوهات كتير قبل كده مرته، وان شاء الله المره الجايه او الفيديوهات بعد كده يعني الفيديوهات الجايه هعمل لكم المرته والمش، لان انطلب مني كتير قوي، انطلب مني كتير. وطبعا تليفونات بتجيلي كتير قوي قوي. احنا عايزين نعمل الجبنه في الصيف ازاي وما تبصش مننا، فانا هعملها لكم. شايفين ده المرته اهي. لو حابه بقى تحمريها عن كده شويه وتزوديها خض وتعمليها مرته وتبقاش حادقه وتدي معاكي انتاج برضو لو هتبيعيها. لو حابه برضو تاكليها على كده ماشي، حابه تحطها في المش ماشي، هي بكل الطرق ما شاء الله. المرته تحفه، ريحتها جميله، وفيها برضو نسبه من الزبده كده تحفه يعني ما شاء الله. وده اللون السمنه بتاعي، لونه اخضر يا جماعه، لونها اخضر، ولما بتبرد بجد مرمله وحلوه قوي. بس في معلومه عايزه اقولها، كانت صديقه ليا خدت مني زبده، او متابعه من متابعين القناه انا بحبها قوي، يعني هي اسمها ام احمد انا بحبها قوي. فهي خدت مني الزبده كذا مره وكانت حلوه. فلما خدتها في الشتاء سيحتها وقالت لي ان هي مش مرمله. طبعا في الشتاء يا جماعه اول ما بتسيحي الزبده وتبات بتلاقيها جمدت معاكي، هي اصلا جامده، هتجيب ترميله منين؟ هي بتليس كده. شايفين ما شاء الله. انا هنا بوريكم الزبده بتاعتي بقى لما اكون هحط طاجن ولا حاجه رز معمر. شايفين اهو بتحط كده معلقه سمنه سايحه كده بتبقى تحفه. فعايزه اقول لكم الفكره اكملها لكم، ان انت لما بتعملي بتسيحي الزبده في الشتاء بتبقى مبلطه معاكي الصبح كده مليسه، يعني خلاص هي زي تحسها دهن. لكن في الصيف او في درجه الحراره بتاعت الغرفه كده في الصيف كده بتلاقيها مرمله معاكي. دي معلومه حبيت بقى ان انا افيدكم بيها برضو. هي بعد كده اتصلت بيا وقالت لي انا عملت كحك بالزبده بتاعتك وما شاء الله كان ريحته تحفه. لكن انا عايزه اقول لكم الترميله بتفرق من الصيف للشتاء. يعني في الصيف اصل هي لازم يبقى الزبده فكه شويه عشان تحس بترميلتها لكن في الصيف. لكن في الشتاء هي كده كده مبلطه خلاص، هي حته واحده، يعني هي حته واحده. اشوفكم بخير في فيديو جديد، هتوحشوني، مع السلامه.